المجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم. طاهر ميسوم، مساء الخير. مساء النور ومساء الخير للجمهور الجزائري. قبل أن نبدأ معك سي طاهر ميسوم، مشاهدينا ننتقل إلى موفد التلفزيون النهار إلى مقر وزارة التربية الوطنية وانتهاء الاجتماع مع نقابات قطاع التربية الاجتماع الاستعجالي. مساء الخير نسيمة الوافي. مساء الخير ياسر. طيب، هل من جديد بعد انتهاء الاجتماع؟ يعني أجل ياسر، هناك جديد. يعني بعد انتهاء الاجتماع الذي ضم وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط بنقابات التربية وكذا أولياء التلاميذ، تمخض الاجتماع عن يعني غالبية النقابات اتفقوا على مبدأ تكافؤ الفرص في بكالوريا يعني 2016. يعني هذه هي آخر المستجدات، رغم أنه في بعض النقابات تحافظت على غرار نقابة الكنافس التي راهي الآن يعني في الاتصال مع السيد مسعود بوديبة، يعني تحفظ على يعني على المقترح اللي راح يقدموا يعني في اثناء الاجتماع، لانه راهو ينتظر في عما سيسفر عنه نتائج التحقيقات. ياسر، يعني هذه اخر المستجدات التي هي توجد معي الان. طيب نسيمة، ربما اجتماع خرج بنتيجة انه ربما لا جديد في القضية، بعد ان كان هناك احتمالين: احتمال اول اعادة البكالوريا، واحتمال ثاني دورة ثانية للبكالوريا دون اعادة الدورة، يعني دون الغاء الدورة الاولى. هل تعتقدين ان الامور ستذهب في هذين المنحنيين؟ يعني ياسر، على حسب التصريح الذي ادوا به بعض النقابات اللي خرجت من الاجتماع الان، يعني تاكدوا انهم يعني عفوا اجمعوا على انه الاعتماد على مبدا تكافؤ الفرص في البكالوريا. هذا دليل انه ربما هو فيه اشاره لالغاء البكالوريا او اعاده بكالوريا اخرى، لكن على حسب التصريح الاخير ممكن يكون فيه اعاده بكالوريا، دوره جديده يعني. جميل جدا على حسب مبدأ تكافؤ الفرص يعني في البكالوريا. هذا جميل جدا. نسيمة الوافي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من مقر وزارة التربية الوطنية. سي طاهر ميسوم، أبدأ معك. بداية، أنتم في البرلمان أمضيتم وثيقة موقعة من 150 نائب برلماني لطلب الحكومة بإقالة وزيرة التربية الوطنية. لماذا هذه الوثيقة؟ لماذا هذا الطلب؟ هل تحملون كان المسؤولية لبن غبريط؟ اولا وقبل كل شيء، الوزيره التربيه الوطنيه هذه بن غبريط، اولا احنا كزملاء نواب اليوم شفنا 130 مش 150 الى يومنا هذا اللي يطالبوا الوزير الاول بهذه التنحيه، وهذه من المستحيل. كون يسينوا النواب 462 نائب ما يقدروش يكونوا تنحيه، لان الوزيره هذه الوزيره هذه عندها نفوذ كبيره، ونشوف فيهم في المستقبل راح يضحوا بمدراء التربية 4 ولايات أو 5 أو 6 اللي هما، لأنه التقارير اللي وصلت إلى أعلى سلطة تقول باللي المتسببين في هذه القضية تاع التسريب، لأن واحد هذه تاع الامتحانات احنا كنا مسبقا مدة أشهر، وكنت صرحت بها في بار تي في باللي يوم الامتحانات تاع البكالوريا راح يكون تسريب من بعض المواد اللي تخرج كذا. القضيه اليوم راهي فيها 4 وزارات، فيها الداخليه، فيها وزاره الدفاع، فيها وزاره البلد والمواصلات اللي هي اعطت تعليمات للرؤساء المراكز باه يحبسوا الفيسبوك لمده اسبوع كما شفنا الدول المتقدمه، على ان هذا الفيسبوك لم يطبق على ارض الواقع. وزاره التربيه شفنا المراكز الامتحانات غير مشمعين، لقيناهم كيما شغل جايبين شكاره تاع سميد ودايرينها بالخيط. هنا تعرف باللي الامور فيها خفايا من ما نقولوش غير الوزيره، حتى اليوم هذو النقابات. اليوم اين هي النقابه اللي دائما كانت تطالب بزياده الاجور وما طالبتش بالهذه الفضيحه اللي هي كانت تسبب فيها في هذا الانشاء؟ طيب، فضيحه هذه فيها تورط، فيها تواطؤ من طرف من طرف ناس داخل قطاع التربيه او من خارج قطاع التربيه؟ شوف، التواطؤ هذا جاء من وزاره التربيه، هذه لازم يعرفها. واحنا نعرفوا باللي الوزيره مش هي المقرره. انا نعرف باللي الوزير اللي راه موجود في الخفاء هو المستشار تاعها فريد بن رمضان، هذا هو المقرر
وهو كما تشوف في المحكمه تشوف 3 قضاة، موش هو اللي راح يصدر بالحكم، يكون اللي يكون في الايمن او يكون في الايسر هو اللي يكون ياخذ القرار، لان هذا المستشار والمحيط معها هم المتسببين مع الوزير، والوزيره بالدرجه الاولى راح تكون هي المسؤوله الاولى في القطاع، لانها الوزيره ديجا. هذه الوزيره انا بصفتي كنائب او نكون نائب، نكون كاب لابناء الامور، لانها عندها قضيه اخلاقيه كي كانت موجوده في مركز بوهران، المركز الدراسات، عندها قضيه اخلاقيه وعندنا اثبات عليها، وعندها 14 قضيه في اختلاسات اموال عموميه اللي تخص في بحث العلمي في البحوث، وموجوده اليوم امام العداله الى يومنا هذا ديجا قبل ما تكون وزيره عندها امور. حتى المحيط تاعها، المحيط اللي راه موجود تاعها عندهم قضايا تاع فساد، منهم هذاك مسقم المفتش العام ما عندوش مامبا مرسوم رئاسي اللي يقول يكون مفتش، راه القرار تاعو التنفيذي تاعو مجرد بالنيابه، المرسوم الرئاسي ما عندوش. وهو تشوفوا كان مدير التربيه انذاك متسبب في البرمجه مع هذا اللي راه اليوم كان رئيس المكتب، واليوم داروه نائب مدير العام تاع الاعلام والوسائل تاع المطاعم والمدارس، والقضايا تاعهم اليوم موجوده امام العداله تاع تلمسان. القضاء تاع تلمسان اليوم راه كان يسمع فيه يعرف باللي هذا الشيء موجود امام العداله تاع مجلس قضاء تلمسان. اليوم نشوفوا المحيط تاعها كلهم مفسدين. نزيد نعرفوا تنحيه المدير السابق اللي هو تاع الديوان الوطني للمطبوعات تاع المدرسيه، رغموا عليه باه يدير 13 مؤسسه هم منهم خواص وما مشالهمش، وكانت صدر التنحيه تاعو والامور. حنا ما نعرفوش باللي الوزيره هذه عندها المحيط تاعها كله مفبرك، والغش هذا يبدا من وزاره التربيه. طيب اليوم ربما كل السؤال المطروح اليوم سي طاهر ميسوم هو بين الغاء البكالوريا او اعادتها، والاجتماع قبل قليل لوزاره التربيه بين النقابات خلص الى ربما مبدا تكافؤ الفرص، يعني ما زال ما لحقوش النتيجه. انت في رايك الامر لازم يكون بين الغاء او اعاده، كيفاش راح تكون الامور؟ شوف القرار، لانها القرار يرجع الى الدوله الجزائريه، لانها القرار مش بيدها، لانه احنا نعرفوا باللي الباك هذا احنا رانا نعطوا له اهميه كبيره، لانها يدخل في تراث الجزائريين. الباك هذا موجود، وبالاخص الباك هذا راه نشوفوا فيه باللي في الجامعه او في الامور راح يكون هذا ينجح في البكالوريا تاع 2016 راح يكون طالب، راح يكون بطال، راح يولي طلاب بالدرجه الاولى. نشوف لانه الاهميه تاعنا اليوم كجزائريين باه يكون اعاده البكالوريا هذا من المستحيل، لانه الدوله الجزائريه احنا نطالبوا الوزير الاول. الوزيره هذه عندها عده مشاكل في القطاع تاعها، عده مشاكل، ولا حدث ولا حياه لمن تولد. انت قبل قليل قلت ان الوزيره عندها فضيحه اخلاقيه، ربما هذا الكلام تحمل مسؤوليته انت ولا تحمل مسؤوليته القناه، لانه كلامك انت، ونحن لا نقبل ان يكون منبر منبر القناه هو للتهجم على اشخاص اخرين. ولهذا سي ميسوم نبقى في الموضوع احسن ولا نتهجم على احد. طيب اليوم احنا في الجزائر اي مشكل يصرى في قطاع نحمل المسؤوليه للوزير. نعرفوا باللي كاين مديرين فرعيين في قطاعات، نعرف باللي كاين اسره تربويه، نعرفوا باللي كاين نقابات. علاه ما نتكلموش على المشكل من العمق؟ علاه نتكلموا غير على الوزير؟ نعرفوا باللي الوزير عندها سنتين في القطاع او اقل من ذلك، ولكن كاين مديرين وكاين مسؤولين عندهم اكثر من 20 سنه. علاه نهاجموا غير الوزير؟ علاه ما نهاجموش المسؤولين الحقيقيين؟ علاه ما نهاجموش اولياء التلاميذ؟ علاه ما نتكلموش عن النقابات؟ احنا باه نهاجموا اولياء التلاميذ او نهاجموا مدراء التربيه لانه الوزيره عندها تعليمات صارمه لتطبيق. وانت تعرف باللي في الجزائر كان مدراء تربيه لا يطبقون التعليمات، تعرف باللي كاين مسؤولين ما يطبقوش التعليمات، هذه معروفه. يعني الان لما في وقله يصرى خلل واولياء التلاميذ ما يتكلموش عليه او النقابه الفنيه ما تكلمش عليه، الوزير ما يقدرش يكون في كل مكان. سي طاهر ميسوم الوزير يتحمل المسؤوليه لانه وزير تاع القطاع. لكن دوك يقول لك كل راع مسؤول عن رعيته. لكانت الوزيره مش قادره القطاع تاعها هذا، لماذا هي وزيره؟
اللي تقول لي دوك تتحمل انت كيفاش هنايا تعطي مؤشرات كيفاه وزيره. احنا نشوفوا البكالوريا السابقين نعرفوهم باللي دايرينهم الشمع مشمعينهم، على هذا الخطر ما جمعوهم. ممتاز. طيب ناخذ راي اخر، هو راي عبد الوهاب سني مفتش التربيه من ولايه عنابه. مساء الخير سي عبد الوهاب. مساء النور. في رايك هل الوزيره، انا نقول لك حاجه، يوم الاول للامتحان ما سجلنا حتى شيء، يوم الاول وهو يوم الاحد، ثم يوم الاثنين بدرجه اقل، يوم الثلاثاء والاربعاء كانت الكارثه. نجي نقول لك الان يعني هو ربما مؤامره واستهداف صريح لوزيره التربيه، لانه لو كان هناك تسريبات كانت تكون اليوم الاول. شوف الاخ المفتش هذا او يتكلم علينا، احنا من نتكلموا على نقائص يقولوا لنا مؤامره امنيه او يقولوا لنا مكيده لشخص ما او يقولوا لنا كذا. اسكو نقولوا المنظومه التربويه في الجزائر اليوم ولادنا اللي راهم يقراوا كومش رانا نقروا فيهم بالدروس الخصوصيه بيوصلوا الى درجه ما، اسكو هاد الوزيره واش قدمت كايجابيات؟ كي راه يقول المنظومه اسكو رانا رايحين للاحسن ولا رايحين للاسوء؟ لكن هو مفتش ويشوف باللي التعليم هذا اعطاه صدى. نشوف اليوم التعليم كي يدخل للجامعه راه يكون ما عنده حتى دروس خصوصيه مش مقابلات اللي ديرها سي طاهر ميسو، لان المنظومه ضعيفه. دروس خصوصيه يديروها الاساتذه اللي يدرسوا في القطاع، هم نفسهم يخرجوا يدرسوا في الدرجات. شكون يتحمل المسؤوليه هذا؟ تفضل الخط مفتوح، تفضل. شكون يتحمل المسؤوليه هذه؟ هاو يتكلم معك، تفضل. اسمح لي انا نقول له بصراحه يا سيد النائب المحترم، سيد النائب المحترم، اين كانت هذه الاصوات عندما كان الغش ممنهج؟ واذكرك في سنه الغش ممنهج بتوجيهات وبتوصيات رسميه فعندها 3 سنوات، حيث الجزائر تحصل 4000 طالب على جيد جدا يا سيدي. ليس هذا غش ممنهج؟ لماذا لم تناهز الاصوات باقاله الوزير انذاك؟ هذه الاشكاليات. شكرا. تفضل خليك معنا سعد الوهاب. قال لك قبل 3 سنوات كان كاين غش ممنهج، علاه ما تكلمتوش؟ هذو يتكلموا عليهم بالنقابات تاعهم اللي راهم يدافعوا على الامور هذه لان 4 سنوات. نائب الامه اسمح لي يا الاخ، اسمح لي، انا نشوف المنظومه التربويه من ماي 2014 الى يومنا هذا ماذا قدمت الوزيره التربيه الى يومنا هذا. نديروا حوصله ماذا هل القطاع تاعها ولا ما ديرش ماذا استلمت؟ لماذا نتكلم عن ماذا استلمت؟ نعطيك مثال. نعم. المقتصد هو كمفتش راه يسمع فيا، المقتصد اللي يكون موظف في مصلحه الاقتصاد وعنده شهاده ليسونس ويمارس في مهنه تاع مقتصد وشاد 3 مؤسسات، يا هل ترى وهي تدير مسابقه للمقتصدين علاش ما طلعش واحد اللي عنده 15 سنه وشاد 3 مؤسسات وكذا؟ الناظر اللي يكون تعطي له رتبه تاع 14 وواحد دار الامتحان وواحد ما داش الامتحان، اللي ما داش الامتحان دا 16 واللي دار الامتحان عطاتو 14. كيفاه المدير الثانويه والاستاذ عنده رتبه 16 وهذاك عنده 16؟ كيفاش يكون المنظومه التربويه تكون الى الاحسن؟ يا هل ترى هذا هو المنظومه اللي راهي تعيش فيها الجزائر؟ يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، يا سيدي المحترم، يا سيدي النائب، تفضل. راك تتكلم على وزيره لا علاقه لها بهذه. لا هذه القطاع تاعها ماهوش قطاع تاعي، لان هذا القطاع تاعها هو اللي راه مسؤول عليه ماهوش انا القطاع. السيد النائب انا لم اقاطعك سيدي الفاضل. تفضل. هذه القوانين سنت في عهد بما يسمى كان المدير المركزي مساحيه، هذه جاءت الان فيه ورصه. نعلم السيد النائب ان السيده معالي وزير التربيه الوطنيه نصب ورصه لاعاده النظر في هذه النصوص. هذه النصوص لا تخدم القطاع. نحن كمفتشو التربيه الوطنيه في الميدان نلاحظ انه هناك خلل، وكتبنا وقلنا هذه النصوص لا تتماشى، لا اله الا الله، ولكن لا نحمل مسؤوليه انسان خطير. يا شيخ الانسان هذا هو لازم نهار نحبوا نعقلوا بلادنا نسميوا الاشياء بمسمياتها. لو كانت هذه السيده الفاضله هي من سنه هذه القوانين اللي تاع التاهيل وقوانين تاع المسابقات وقوانين تاع تكليف المقتصد بمواد التوزيع، هذه وفق التشريع المعمول به والتشريع القديم هذا. انا يباشر ممتاز. سي عبد الوهاب خليك معنا. سي طاهر، الان لو يجي احد يقول لك
القضية مش قضية غش إلكتروني أو قضية تسريبات، القضية قضية مواقع التواصل الاجتماعي على رأسها الفيسبوك. نعرف البلدان المتقدمة يغلقوا هذه المواقع أثناء الامتحانات أو يديروا لهم الحجب، صارت في تركيا وصارت في أماكن أخرى. في الجزائر ما قدرناش نغلقوا هذا الموقع. أليس الأحرى ربما نتكلموا على وزارة البريد، نتكلموا على ربما هذه المواقع، ما نتكلموش على وزارة التربية؟ على في الجزائر ما قدرناش نحبسوا الفيسبوك. تشوف احنا تكلمنا قلنا القطاعات باللي موش الوزيره، لانه الفيسبوك حتى الوزيره راهي دايره تعليمات لكن من يقطع الحسابات اللي بورطابل تاعهم ما يدخلوش للمراكز الامتحان. دوك احنا نروحوا كون كانت حراسه مشدده وكانت امور تقنيه وكانت امور على ما يرام. انا بالدرجه الاولى الوزيره مسؤوله القطاع تاعها بالدرجه الاولى، وحنا نشوفوا باللي هذه الوزيره كي راهي جابت لنا خطط خبراء فرنساويين ويضغطوا علينا باه يديروا المنظومه التربويه باللغات تاعهم حنا، لانه احنا عندنا هل الوزيره ان تراجع السياسه التربويه ومن صلاح هذه من صلاحيات الدوله، هي من صلاح موش تجيب لنا منهج تاع كما يقول اتفاقيه ايفيان اللي يقول لك لازم بالعربيه وبالفرنسويه واللغه الانجليزيه اللي خلاو. ونحن نشوفوا باللي اليوم اللغه الفرنسويه يزيدوا لها ساعات اكثر من اللغات